السلام عليكم. وليد الركراكي قال لكم نعم سيدي هو افضل مدرب في تاريخ المنتخب الوطني المغربي، بغيتو ولا كرهتو. الاحصائيات بالارقام قال لك انه هو افضل مدرب. اي صحيح نعم سيدي، انت هو افضل مدرب في تاريخ الكره المغربيه، لانك اول مدرب كيوصل نصف نهائي كاس العالم مونديال قطر. لكن ايها المدرب راه ما غاديش نبقاو حنا عايشين في قطر، ما غاديش نبقاو عايشين على الاطلال. وقال لك نعم سيدي انا اول مدرب كنفوز في 12 المباريات على التوالي، لكن عامل فزت بهذه المباريات ايها المدرب مع منتخبات متوسطه، منتخبات ضعيفه. وعاد ما تنساش ان هذه المباريات راه 11 و 12 مباراه، ف 11 مباراه يمكن اللي لعبناها كامله داخل المغرب، وواحد المباراه واحده امام الكابون اللي لعبناها خارج الدار، يمكن مباراه ولا مباراتين اللي لعبنا خارج الدار. يعني عشرات المباريات راه كامل لعبناهم في المغرب، ومع منتخبات على قد الحال، النيجير، البنين، مع سميتو شو سميتو يا خو، يعني ما بلا ما تزيد عاود يعني تكبر الفوق. خلي الناس احصائيات تتكلم، خلي انت تتكلم على ارضيه الملعب. يعني ما تبقاش تتكلم بزاف في المؤتمر الصحفي، ما تبقاش ترد انت على الصحافه وترد على الجمهور. مواقع التواصل الاجتماعي دابا انت السي وليد راك فتحتي يعني الجبهات، فتحتي يعني الباب الصداع ديالك مع الجمهور المغربي، مع مواقع التواصل الاجتماعي. لان اول مره كنشوف شي مدرب اللي كيتعاطى مع الجمهور القهوه، اللي كيتعاطى مع الجمهور الفيسبوك ومع جمهور الانستغرام. هو انت اول مدرب. خلي الناس تهضر، خلي الناس تنتقد، خلي الناس تقول اللي بغات. راه هذاك حق مشروع لاي واحد من الجمهور، راه حق مشروع انه ينتقد على النتائج الايجابيه والنتائج السيئه. يعني اي واحد من حقه وانت جاوب على ارضيه الملعب. من حق الجمهور ينتقد طريقه اللعب ديالك، من حق الجمهور انه ينتقد الاسلوب اللي كتلعب به. ما تجيش المؤتمر الصحفي وتقول لي احنا في 2004 راه كان عندنا منتخب، 2012 كان عندنا منتخب، كان عندنا بوصوفه، كان عندنا كذا. راه في كل جيل كان عندنا جوج لعابه، ثلاثه لعابه في كل جيل. على مر التاريخ كان عندنا لعابه، ولكن في كل جيل كيكونوا جوج ثلاثه. راه في الجيل ديالك السي وليد راه ما كاينش عندنا لعابه كيلعبوا في باريس سان جيرمان مثلا. وباريس سان جيرمان هذه ماشي هي باريس سان جيرمان اللي كان كيلعب فيها طلال القرقوري مثلا في 2000. راه باريس سان جيرمان دابا حاليا كيلعبوا فيها غير اللعابه الكبار، غير المخاض الكره. ما كاينش عندنا لعابه كيلعبوا مثلا في ريال مدريد، في البارسا، في مانشستر يونايتد. باش نكونوا واقعيين، حاليا عندنا واحد ليكيب اللي عالمي، لعابه على اعلى مستوى. لاول مره في التاريخ مثلا كيكون عندنا لاعب كيلعب مثلا في فرق كبار، في ريال مدريد ابراهيم دياز، الفريق الثاني يوسف الخديم كاع مع يكلوشي حاليا. عندنا في المنتخب كاين جوج منتخبات ماشي واحد، حتى ثلاثه المنتخبات. يعني عندنا اللعابه على اعلى مستوى، هذو اللي موجودين في الدوريات الاوروبيه، في الفروق الكبرى اللي في الدوريات الاوروبيه. فما بالك بدول الخليج، فما بالك بالدول العربيه. لدينا لاعبين على اعلى مستوى من الطراز الرفيع، من الطراز العالمي، واي منتخب كيتمنى يكون عنده هؤلاء اللاعبين. ولكن ما تجيش انت كل نهار تفرع علينا راسنا في الندوات والمؤتمرات الصحافه، وانا درت وانا درت وانا افضل مدرب في التاريخ المغرب، وانا راه وصلت كذا، وانا راه عملت كذا بحال كذا. كان عندك لعابه الشريف، راه كان عندك لعابه وطبقوا ذاك الاسلوب، وطبقوا ذاك الخطط باش وصلنا لكاس العالم. حنا ما غنكرولكش الخير. اييه نعم سيدي، وصلت الى النصف النهائي كاس العالم. ودابا نعم سيدي كيقول لك انا راه غادي نفوز بكاس افريقيا لاول مره. كنشوف شي مدرب المنتخب الوطني المغربي بهذه الثقه، كيواعد المغاربه، كيواعد الشعب المغربي انه غيفوز بهذا الكان بهذه الثقه كامله. حنا كنتمناو شتي السي وليد، من هذا المنبر كنقولها لك، الا ديتي كاس افريقيا داكشي اللي طبلنا لك في قطر راه غادي نطبلوا لك دوبل. وانا معاك، نسنيو لك العقد مدى الحياه مع المنتخب الوطني المغربي. ولكن خصنا الخدمه على ارض الواقع. يعني خصنا ذاك الكاس تبقى في المغرب. هادشي كامل كيهمنا حنا، هو ان ذاك الكاس تبقى في المغرب، وحنا معاك وندعموك وحنا معاك. حنا راه ما بغيناش البراني، حنا بغينا ولاد الدار. يعني الخبز الدار ياكلا ولد الدار، ما ياكلهاش البراني. ما بغيناش حنا ولاد فرنسا، حنا بغينا ولاد المغرب. هما اللي يدوا ديك الفلوس اللي غادي يديها واحد اخر. فهمتي كيفاش؟ حنا معاك وكندعموك، وغير كون راجل وجبنا داك لقب افريقيا. يعني غير جبنا داك اللقب وحنا معاك وندعموك حتى يرث الله الارض ومن عليها. يلا السلام عليكم.